السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده باذن الله هعمل لكم وصفه حلوه جديده كده، سهله الاطفال يحبوها باذن الله. هعمل لكم ايه؟ هعمل بطاطا عندي كنت شوياها اهي، شويتها في الفرن عادي قوي من غير اي حاجه ومن غير اي اضافات، وقشرتها. وعندي كريز هحطه فوقيها، وعندي كريمه لباني، وكمان معايا صوص شوكولاته هنشوف فيها هنحطه او لا يعني حسب الرغبه. وعندي كمان هنا هضرب الكريم شانتيه علشان هحطه على الوش. دي طريقه مختلفه بدل الشوي والحاجات التقليديه اللي احنا بنعملها. هنجربها مع بعض ويا رب تعجبكم. يلا نضرب بقى الكريم شانتيه، بسم الله. كده خلاص خلصنا. انا بفضل اضربه كده لحد ما بيكون متجانس عندي. كريم شانتيه يا جماعه، انا لو احط ربع كوبايه لبن هحط ضعفها كريم شانتيه. تمام. كده خلاص. خلصت اهو. بصوا اهم حاجه يبقى عامل كده. هعمل ايه بقى؟ همسك البطاطا دي كلها هعملها كده، طبعا مشويه كويس جدا. ههرسها كلها كويس خلاص كده. وهحط ايه عليها؟ هحط معلقتين من الكريمه اللباني. اللي مش عايز يحط ويستكفى بالكريم شانتيه مفيش اي مشاكل عادي، كفايه كريم شانتيه. بس هي الصراحه بتدي طعم حلو قوي للبطاطا كده. وهنقلبها كويس قوي بقى ايه مع الكريمه اللباني كده اهو. كده خلاص البطاطا بقت جاهزه عندي. لو عايزينها
مسكره شويه حطوا في الكريم شانتيه سكر بودر للي يحب يعني. كده هحط عندي في القالب ده اي طبق عندك، هعبي الكميه بتاعتي كلها في الاطباق. كده طبعا انا مش بعبيها للاخر لان انا لسه هحط الكريم شانتيه عليها طبعا. كده اهو اللي عايزه تكتر الكميه اكتر من كده تكتر طبعا. كده اهو يبقى انا كده خلصت. كده اهو معايا البطاطا. هاخد بقى الكريم شانتيه كده وهفرده عليها من فوق. معلقه كده احسن. طبعا اللي عنده اللي هو القرطاس او القمع ده بتاع الكريم شانتيه طبعا هيريحه. معلش انا كان عندي وباظ اهو. احط كده اسوي الطبق كله. وهعمل كل الكمية كده ايه زي بعضها، زي ما عبينا كل البطاطا. زي ما قلت لكم يا جماعة طول ما احنا قاعدين ممكن نفكر في افكار جديدة وكلها حاجات سريعة برضو وجميلة، مش صعبة، ما بتاخدش وقت معانا اصلا يعني. كده اهو معلش انا اسفة. كده خلاص قربت اخلص كل الكمية. ما خدتش معانا 10 دقايق بالكتير قوي. كده اهو نزود دي كمان. اي زيادات عندي بقى هنضفها عندي بالمنديل كده.
علشان برضو يبقى شكلها كويس، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، العين بتاكل او بتتذوق قبل الفم يعني. كده اهو. كده انا نضفت كل الاطباق. هاخد بقى الكريز اللي عندي، ممكن احط الشوكولاته الاول، هو طبق من العيار التقيل يعني، بس ايه جميل. اللي عايز يخف من الحاجات دي يعني ما يحطش كل الحاجات اللي انا حطيتها دي عادي، يعني ده حسب ما كل واحد. عشان شكل صوص الشوكولاته شطب، شكله خلص عادي مش مشكله بقى. خلاص احنا كده كده خلصنا يعني. مش لازم ايه ننضف الشوكولاته دي. دايما نخلي ايه مكاننا نضيف. كده اهو انا كده خلصت. احط بقى ايه الكريز اللي عندي. يا رب الوصفة تكون خفيفة وسهلة وتكون عجبتكم وتجربوها وتشجعوني بقى يا جماعة كده بكومنت كويس، كلمة جميلة كده منكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم بإذن الله. وكده هبقى ايه خلصت. كده انا خلاص خلصت. حطيت الكريز كمان. كده اهو الوصفة بتاعتي خلصت. يا رب تكون عجبتكم. اتمنى تشجعوني وتكبروا قناتي وتشتركوا في القناة. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم وتكون حاجة خفيفة على قلبكم يا رب، وتجربوها وتقولوا لي عملتوها ولا لا وطلعت ايه معاكم. اي استفسار انا معاكم برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في حلقة وفي وصفة جديدة بإذن الله.